لو عندك تساقط شعر بسبب الكورتيزول ليفلز او هرمون التوتر او الستريس هرمون، الفيديو ده ليكي. المشروب ده نتائجه معاكوا تحفة، هو مشروب بيقلل وبيشتغل على مستقبلات الكورتيزول وبيعمل داون ريجوليشن للمستقبلات دي، فبالتالي واحدة واحدة تأثير الجسم بالهرمون ليفلز دي بتقل، وإفراز الهرمون نفسه بالتبعية بيبدأ يقل. بسيط ومتوفر ورخيص، عبارة عن 3 أعشاب فقط ليهم تأثير على الكورتيزول هرمون. يبقى المفروض ان انا ابدأه تدريجي واوقفه تدريجي. هحط معلقة من كل عشب واسيبهم يخرجوا الاكستراكت او المستخلص بتاعهم، وبعد كده بغطيهم، وبعد ساعة او ساعة ونص اشربهم. الأعشاب دي هي الزعتر، الروزماري، اليانسون النجمي. معلقة من كل عشب يتنقعوا ويتسابوا، يتم استخلاصهم وأخدهم أشربهم بعدها. بالنسبة للسيدات هيبدأوا مرتين في الأسبوع، للرجالة 3 مرات في الأسبوع. بعد كده الرجالة هتشربوا كل يوم، والسيدات هتشربوا من 3 ل4 مرات في الأسبوع. هل في وقت يقف فيه؟ بالنسبة للسيدات بيقف وقت الدورة الشهرية يفضل. ولما نيجي نوقفه هنوقفه بنفس الطريقة.